كتب مدرب المنتخب الوطني العراقي جراهام أرنولد أن أسود الرافدين سيدخلون مواجهة السنغال بهدف تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم. وأشار أن الفريق يعيش لحظة تاريخية بعد بلوغ المونديال لأول مرة منذ 40 عاما. وقال أرنولد خلال المؤتمر الصحفي أن المنتخب العراقي سيواجه منتخب السنغال بطل أفريقيا، وهي تجربة رائعة أمام أحد أبرز المنتخبات، وليس لدينا ما نخسر بل سنسعى لتحقيق الفوز. وقال إنه لم يسن انضباطا كبيرا من اللاعبين خلال فترة عمله مع المنتخب، مبينا خلال 8 أشهر مع المنتخب العراقي لم أرى سوى الانضباط والروح العالية سواء داخل الملعب أو خارجه. وأضاف أن مباراتي النرويج وفرنسا قد شهدتا بعض الأخطاء لكنها تمثل دروسا مهمة يجب أن نتعلم منها، مؤكدا أن المنتخب يعيش لحظة تاريخية بعد التأهل إلى كأس العالم. وأشار أرنولد إلى أن المنتخب خاض أفضل حصة تدريبية قبيل مواجهة السنغال، لافتا إلى أن اللاعبين يتمتعون بحماس كبير وروح معنوية عالية لتحقيق الانتصار. وفيما يتعلق بمستقبله مع المنتخب، أوضح أرنولد أن عقده ينتهي بعد 6 أسابيع، مضيفا أنه تحدث مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود واتفقا على مناقشة هذا الأمر بعد انتهاء بطولة كأس العالم. هذا ويستعد المنتخب الوطني العراقي لخوض مواجهة حاسمة أما منتخب السنغال ضمن منافسة بطولة كأس العالم في سعيه لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل. ويقود جراهام أرنولد المنتخب العراقي منذ عدة أشهر بعدما تولى مهمة الإشراف الفني على أسود الرافدين المتوسطة، وسط تطلعات لمواصلة المشوار في البطولة وتحقيق نتائج إيجابية.